السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إدارة أبو قرقاص التعليمية، مدرسة الشهيد ممدوح محمد عبد الرحيم الثانوية بقرية أبيوها. مع جغرافية التنمية معكم علاء سليمان، معلم أول الجغرافيا، مدرسة الشهيد ممدوح محمد عبد الرحيم الثانوية بأبيوها. مع جغرافية مصر والصف الأول الثانوي. هنتعرض لأول حاجة الدرس التمهيدي، علم الجغرافيا. ما معنى كلمة الجغرافيا؟ الجغرافيا هي كلمة إغريقية، يعني كلمة يونانية تتكون من مقطعين، جيو وتعني الأرض، ورافيا وتعني الوصف. إذن الجغرافيا قديما تعني علم وصف الأرض. الرحالة زمان كانوا بيسافروا أماكن بعيدة، بيصفوا ويسجلوا كل حاجة بيشاهدوها عن البلاد والأقاليم اللي بيزوروها. تطور العلم ده طبعا منذ القدم إلى وقتنا الحاضر. طبعا هناخد الجغرافيا في الوقت الحاضر حديثا. الجغرافيا حديثا تعني علم دراسة وتحليل الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض، وتوضيح العلاقات المكانية المتبادلة بين الإنسان والبيئة. أهمية علم الجغرافيا: تخدم العلوم المختلفة والاستفادة منها في دعم واتخاذ القرارات. تدرس التفاعل بين الإنسان والبيئة، تطرح الحلول للمشكلات السكانية والبيئية والأخطار اللي بيتعرض لها الإنسان وممتلكاته. لها دور مهم في حياة الإنسان، وخاصة في مجال استثمار الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني. لها دور في ترسيخ إيمان الإنسان بالله من خلال دراسته للكون والأرض. أيضا فروع علم الجغرافيا. للجغرافيا في فرعان. الفرع الأول الجغرافيا الطبيعية. الجغرافيا الطبيعية لها أنواع. أول نوع جغرافيا التضاريس، تهتم بدراسة الأشكال التضاريسية الرئيسية على سطح الأرض. في الجغرافيا المناخية، تهتم بدراسة عناصر المناخ والأقاليم المناخية وأثر المناخ على الإنسان وعلى نشاطه الاقتصادي. الجيومورفولوجيا دي تهتم بدراسة أشكال سطح الأرض والعوامل الطبيعية اللي شكلتها. في جغرافيا البحار والمحيطات، دي تهتم بدراسة الخصائص الجغرافية للبحار والمحيطات. في الجغرافيا الحيوية، ودي تهتم بدراسة توزيع وتحليل 3 حاجات: التربة والنبات الطبيعي والحيوان البري. في الجغرافيا الفلكية، دي تهتم بدراسة شكل الأرض وحركتها وعلاقتها بالكواكب الأخرى والنجوم. بعد كده في الجغرافيا البشرية، دي النوع التاني. هم نوعين: الجغرافيا الطبيعية خدناها دلوقتي، في الجغرافيا البشرية. الجغرافيا البشرية دي زي الجغرافيا الاقتصادية، تهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية، الزراعة والرعي والتعدين والطاقة والصناعة والنقل. أي نشاط اقتصادي بيقوم به الإنسان بتدرسه الجغرافيا الاقتصادية. جغرافيا السكان دي تهتم بدراسة خصائص السكان من حيث النمو والتركيب والتوزيع السكاني والكثافة السكانية والهجرة بأنواعها، سواء هجرة داخلية أو هجرة خارجية. في جغرافيا العمران، تهتم بدراسة العمران الريفي والحضري على سطح الأرض مشاكل العمران وكيفية حلها. تهتم أيضا بالتخطيط العمراني. في الجغرافيا السياسية، وده طبعا دي مادة أساسية في الصف الثالث الثانوي. الجغرافيا السياسية تهتم بدراسة الدول كظاهرة سياسية من حيث موقع مقوماتها طبعا الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للدول، والحدود السياسية والمشاكل والعلاقات الدولية. في بعد كده توجد أنواع أخرى للجغرافيا لا تنتمي لمجموعة، بس بتربطها قواسم مشتركة، زي الجغرافيا الإقليمية، تهتم بتقسيم العالم والقارات إلى أقاليم، تحدد خصائص كل إقليم، سواء الخصائص الطبيعية أو البشرية،
وما يتميز به هذا الإقليم عن الأقاليم المجاورة أو البعيدة. في الجغرافيا التاريخية تهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية في الماضي، معتمدة على الخرائط القديمة وأدوات التاريخ والوثائق وكتابات الرحالة. في الجغرافيا الطبية، ودي تهتم بتوزيع الأمراض وانتشارها والخدمات الصحية ودراسة العوامل الطبيعية والبشرية اللي بتؤثر على سواء بالسلب أو الإيجاب في صحة الإنسان. في جغرافيا الجريمة، دي تدرس العلاقة بين المكان وأفعال المجرمين وأسباب حدوث الجريمة وربط الجرائم دي بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل إقليم. هناك أيضا أدوات الجغرافيا. إيه الأدوات المستخدمة في دراسة علم الجغرافيا؟ هناخد أول أداة الخريطة. الخريطة معناها تمثيل لظاهرات سطح الأرض أو جزء من ظاهرات سطح الأرض بمقياس رسم معين، رموز وألوان معينة، قد تكون ذلك لظاهرات طبيعية أو بشرية أو كليهما. التقدم الكبير اللي حصل في صناعة الخرائط في العصر الحديث أصبحت الخريطة مهمة جدا، زي بيستخدمها قائد الطائرة أو القبطان البحري لتحديد الاتجاهات، بيستخدمها الجندي في تدريباته وعملياته العسكرية، بيستخدمها المهندس في إنشاء المباني وبناء الطرق، بيستخدمها الطالب في دراسته لعلم الجغرافيا. في أساسيات للخريطة. أساسيات الخريطة هي مجموعة البيانات التي توجد على الخريطة، وهي بيانات مهمة جدا جدا. في زي إيه مثلا؟ زي إحداثيات الخريطة، لتوضح الموقع الفلكي لمكان ما من خلال خطوط الطول ودوائر العرض الموجودة على الخريطة. في مصدر الخريطة، وده يكتب عادة في الركن الأيمن السفلي من الخريطة، ويضم الجهة أو الشخص اللي رسم الخريطة وتاريخ الرسم. ونلاحظ إن ده بيبقى خارج حاجة اسمها إطار الخريطة. إيه هو إطار الخريطة؟ إطار الخريطة ده يضم جميع محتويات الخريطة داخله، اللي هو الإطار بيضم كل محتويات الخريطة داخله، وده الحد اللي بينتهي عنده جميع تفاصيل الخريطة. وممكن يمكن تنويع شكل خط الإطار أو سمكه، بيدي طبعا شكل جمالي للخريطة. نلاحظ أيضا حاجة مهمة جدا زي الاستشعار عن بعد. إيه هو الاستشعار عن بعد؟ الاستشعار عن بعد هو علم القياس أو الحصول على معلومات على سطح الأرض بواسطة أجهزة تصوير ومستشعرات لا تلامس سطح الأرض. ده تصوير جوي أو فضائي. في تطبيقات للاستشعار عن بعد. الاستشعار عن بعد مفيد في إيه؟ مفيد في رسم الخرائط الحديثة، مفيد أيضا في الموارد الطبيعية، مفيد في التطبيقات الزراعية، مفيد في التغيرات المناخية، مفيد في الدراسات العمرانية، مفيد أيضا في المجال العسكري. لو لاحظنا هنا نظم المعلومات الجغرافية، ده نظام معلوماتي صمم لإدخال وتخزين ومعالجة واسترجاع وتحليل 5 حاجات. نظام معلوماتي صمم الإدخال 1، 2 تخزين، 3 معالجة، 4 استرجاع، 5 تحليل البيانات الجغرافية. ده بيدينا معلومات واضحة علشان نقدر ان احنا نعمل تقارير وقاعدة بيانات، وبناء عليه بيتم اتخاذ قرارات مناسبة. مكونات نظام المعلومات الجغرافية. أنا محتاج إيه عشان أعمل نظام معلومات جغرافية؟ محتاج إلى بيانات مكانية، خرائط، مرئيات فضائية، جداول، أشكال بيانية. محتاج إلى أجهزة سواء حاسب آلي أو طبع أو ماسح ضوئي. محتاج إلى برامج زي مثلا برنامج معالجة البيانات للحصول على المعلومات والتقارير. محتاج للعنصر البشري اللي هو طبعا قادر على التعامل مع البيانات والأجهزة والبرامج. نظم تحديد المواقع العالمية. طبعا احنا بنسمع على كلمة GPS. ده نظام بيربط بين الأقمار الصناعية وأجهزة استقبال أرضية. بيزود مستخدميه بمعلومات دقيقة عن مواقع الأماكن. بيتكون من 24 قمر بتدور حول الأرض في 6 مدارات،
كل ما يزيد عدد الأقمار زادت الدقة، دقة الحصول على البيانات. يختلف ذلك حسب نوعية التطبيق المستخدم ودقة البيانات المطلوبة. هنتعرض سريعا إلى أسئلة على الدرس حسب النظام الجديد. أول سؤال معانا: يمكن تحديد موقع ما تحديدا دقيقا باستخدام الخريطة. أنا أقدر أحدد موقع ما، وأول ما يقول لي موقع، أنا عندي في الموقع نوعين: موقع جغرافي وموقع فلكي. هنا لما أجي أحدد تحديدا دقيقا باستخدام الخريطة من خلال اتجاه الشمال، ولا إحداثيات الخريطة، ولا مصدر الخريطة، ولا مقياس الرسم. طبعا من البديهي كده أحدد موقع مكان معين تحديدا دقيقا، يبقى أكيد طبعا ده الإجابة. أنا سامع ناس بتقول إحداثيات الخريطة. رقم 2: يمكن تحديد أسباب توزيع الأهرامات من الجيزة إلى الفيوم يقع ضمن الجغرافيا. أسباب توزيع الأهرامات من الجيزة إلى الفيوم، نسيب من الجيزة والفيوم. توزيع الأهرامات عامة ده طبعا تختص بها الجغرافيا السياسية ولا الاقتصادية ولا التاريخية ولا جغرافية العمران، هي طبعا الجغرافيا التاريخية. دراسة الموارد المتاحة واستنباط أساليب إنتاجية جديدة تتضمنه الجغرافيا الإقليمية، الجغرافيا الاقتصادية، جغرافيا العمران، الجغرافيا الحيوية. طبعا موارد متاحة واستنباط أساليب إنتاجية جديدة تتضمنه الجغرافيا. نسيب السؤال دوا للناس تجاوبه ولا نجاوب احنا؟ أكيد طبعا أنا سامع الإجابة، الناس بتقول الجغرافيا الحيوية. توضيح المرئية الفضائية التي أمامك أحد تطبيقات الاستشعار من بعد، وهو دراسة الموارد الطبيعية، الدراسات العمرانية، المجال العسكري، الملاحة الجوية. المرئية الفضائية اللي قدامنا دي بتوضح دراسة الموارد الطبيعية. زحف المباني على الأراضي الزراعية أحد مجالات دراسة جغرافية السكان ولا الجغرافيا السياسية ولا الجغرافيا الإقليمية ولا جغرافية العمران. زحف المباني على الأرض الزراعية طبعا جغرافية العمران. الصورة التي أمامك أحد اهتمامات، الصورة اللي قدامنا دي أحد اهتمامات جغرافية إيه؟ الجغرافيا الاقتصادية ولا الجغرافيا السياسية ولا الجغرافيا الحيوية ولا جغرافية العمران؟ طبعا الصورة اللي قدامنا دي فيها نبات وفيها حيوانات، طبعا الجغرافيا الحيوية تهتم بدراسة الحيوان والنبات والإنسان. وبهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين، من شرح الدرس التمهيدي في الجغرافيا. إلى أن نلتقي في دروس أخرى، لكم مني أطيب الأمنيات. كان معكم علاء سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.